هاي مساء الخير، إن شاء الله يا رب تكونوا بخير. أهلا وسهلا فيكم في قناة الياس الجزائري. قبل ما نبدأ هيدا الفيديو ما تنسوا إنكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان توصلوا بكل جديد وتدعمونا بزر اللايك. المهم في هيدا الفيديو راح أحكي لكم على آخر أيام سنة 2023، شو عم بعمل فيها، شو عم خطط، شو عم حس، وكتير إشي أنا بدي أشاركها معكم. أول شي بدي أشكر الناس اللي عم تتابعني على الإنستغرام، على تفاعلهم على ستوريات المهرجان. طبعا اللي مش متابعني على الإنستغرام أهلا وسهلا فيكم، اسمه الياس الجزائري اوفيسيال. اهلا وسهلا فيكم، حخلي لكم الرابط بالتعليق. بشكركم كثير، بشكر محافظة مهرجان لباس دينا كاميري على دعوتها إلي على هذاك المهرجان، وبشكر أحد متابعيني ضيف ببيته هو وكل عائلته على تحمل كل هيدا. ويعني والله تمهبلنا كثير، كانوا عيلة كأن عيلتي، يعني كنت عم طبيعي معهم، عفوي 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 أكثر من عيلتي. في مرات مع عيلتي وما عم بكون عفوي. شو بدي أقول لكم إنه بهيدي السنة الجديدة، لمّا أنا في السنوات الماضية لمّا كانت بتقرّب سنة تخلص وسنة تدخل كنت بافرح، باخطط، باحتفل، باجهّز، بافرح إنه السنة رح تروح وحتدخل علينا سنة جديدة. من غير شكل، خوف من المجهول، خوف رهيب، إحباط، عزلة، اكتئاب، وحدة، مشاعر حزينة وسيئة بس ملخبطة. الحمد لله بعد سفريتي للمهرجان وعلى الجزائر العاصمة ارتحت، والحمد لله خف شوي هيدا التوتر، ممكن خف 80% الحمد لله. بس ما استمتعت بهيدي السنة، ما استمتعت كتير مثل السنوات الماضية. وشو كمان بهيدي السنة كانت سنة كتير حلوة، سنة 2023. ممكن هيدا الخوف اللي خلاني ما أفرح على السنة الجاية، ما بعرف شو جاي، يعني خايف من المجهول. بسنة 2023 فرحت كتير، ما عندي كتير أيام سيئة فيها، ممكن إذا في ممكن 3 أيام أو 4 أو مش أكتر من 5 أيام سيئة. الحمد لله، الحمد لله إلك يا رب، تدوم علينا النعمة والصحة، علينا وعليكم، لأنكم أنتم متابعيني ومحبيني وإخواني باحبكم، باحب الإشي اللي تصير معي حلوة تصير معاكم، لأنكم أنتم كمان عيلتي وسندي وكل هيدا الشي. وكمان أنا بالأعوام الماضية كنت باخطط لأحتفل وهيك، بدي هيدي السنة شفت كتير عروض بوهران، بجاية حفليات سهرية، بس ما جذبني ولا عظمة. ما بعرف وين راح أحتفل، إذا راح على سهرة بالأوتيل ولا راح أحتفل بالبيت مثل السنوات زمان، هيك كيكة صغيرة مع العيلة واحتفال بسيط. إحنا أكيد هيدا الاحتفال يلي أحكي عنه أنا ما عم شارك المسيحيين والنصرانيين بالكريسماس ولا بعيد ميلادهم المجيد وأي شيء، لا أنا عم نحتفل بتغيير رقم. مش حنقول حتى بسنة جديدة، تغيير، بنشيل رقم 3 وبنحط رقم 4، بنحتفل بهيدا الأربعة وبس بسنة 2024 هيك عم نفول لسنة حلوة وبس. مش هاقول لكم يعني هديك، في ناس لمّا قلت لهم على الإنستجرام باحس بشعور، لأ أنا مش حاقول إنه هيدا الشعور بسبب تضامني مع غزة ولا مش حاحتفل، لأ صراحةً، أكيد متضامنين مع إخوتنا في غزة وكل هيدي الشي وربنا يكون معاهم، أنا مش حاقدر أعمل لهم شي من غير الدعاء. احتفالي هيدا مش ضد هادول أو تضامنًا مع هادول أو بانصر هادول، لأ، احتفالنا بتغيير رقم بدخول سنة جديدة وبس. لهيك هيدا ردي على الناس اللي تقول احتفالك هيك واحتفال هيك واحتفال هيك. احنا ما عم نعمل طقوس وبنعبد وبنقول، لأ، احنا بنشتري كيك بناكل كيك لنحتفل بسنة احنا شئنا أم أبينا السنة الميلادية موجودة. السنة الميلادية موجودة، مش حنقدر نلغيها من حياتنا وجودنا. هيدا شيء. وكمان أنا قررت ألغي عادات، وأن في عادات منيحة أنا عم أعمل عادات منيحة بس ما عم تضيف لي، حق من حياتي حأستبدلها بإشي وحألغيها. في كمان عادات سيئة حألغيها الحمد لله، خاصة في طاعة الله حتكون رقم 1 إلي من رقم أهدافي. طاعة الله ورضا الله هنن راح يكون محوري بسنة 2024. بعدها أكيد رضا الوالدين، الحمد لله يعني أنا مرضي الوالدين، ولكن لازم نجتهد أكثر في رضا الله وفي هدول الأعمال. إذا عم تسمعوا أصوات وكربكة أنا آسف، تعرفوا إنه في العطلة الشتوية الجيش الانكشاري تبع إخواتي أولادهم بيجوا على البيت وبيعملوا ضجة كتير كبيرة، لهيك أنا بعتذر. وشو كمان، بسنة 2024 رح تشوفوا مني محتوى جديد
إلياس جديد، إن شاء الله حاحسن من جودة الصورة، جودة المحتوى، جودة التفاعل. وهيدي كمان مش حتشوفوني كل يوم على ستوريز، حبان فقط بالمناسبات، مثلا بان بليلة رأس السنة بظهر بشو رأس السنة الأمازيغية يناير، بعيد ميلادي، بيوم عيد الحب، أول رمضان، آخر رمضان، ليلة القدر، يوم العيد، حبان بس هيك بالمناسبات وبس. باقي الأيام مش حأظهر على ستوري وأحكي هيك كلام بلا طعمي وستوريات بايخة، بس قضية مثيرة للجدل بمواقع التواصل الاجتماعي أو قضية رأي عام يجبرني إني أحكي عنها، حأحكي. هيدا أنا بحكيها على ستوري على الإنستغرام. بقى هنا في اليوتيوب، قنواتي على اليوتيوب لا، وبالتيك توك حنزل فيديوهات على محتوى جديد إن شاء الله يا رب راح يعجبكم وراح تتقبلوه وراح تدعموني فيه. وهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. كرمال ما يكون الفيديو طويل مسحوا وأنا بسجل وبحذف، هيدا آخر فيديو حسجله وحنزلكم. لهيك بشكركم كثير وبقول لكم إلى اللقاء. سنة 2024 سنة حلوة عليكم، سنة سعيدة ينعاد علينا بالخير والبركة علينا وعليكم، وتدخل عليكم سنة جديدة بالصحة ثم الصحة ثم الصحة، وبعد كل شيء فلوس وكل شيء. بقول لكم إلى اللقاء، دمتم في رعاية الله وحفظه، ومع السلامة.